وزنك زاد وبقيت بتتعب من اقل مجهود. انت سنك لسه صغير بس على طول ظهرك وجعك بسبب طبيعة شغلك، بسبب قعدة زي دي. ربنا يعينك. تحضير الاكل بالنسبه لك تحدي كبير من حيث الميزانيه والمجهود وكمان الافكار. تفتكر ان اللي بياكل اكل صحي محروم من متعة كبيرة؟ بتاكل اكل مليان دهون وسكريات عشان طعمه حلو، ولا جسمك ادمنه ونفسيتك عايزاه؟ اطفالك او اطفالك اغلب اكلهم معجنات، حلويات، حاجات مش مفيدة. مش عارفه تعملي اكل ايه لاطفالك، خصوصا الصغيرين من اول سنه؟ هم صعبين فعلا. هو الرياضة والتمرين للرجالة والشباب بس، ولا جد وتيتا وست البيت لازم يتمرنوا؟ هو انا محتاج اتمرن عشان ابقى زي البيج رامي، ولا في اسباب تانية كتير قوي غير الشكل؟ استسلمت للكسل او شايف ان قدرتك وقوتك مش زي زمان؟ فاكر ان التمرين في الجيم بس وما ينفعش في البيت او اي مكان تاني؟ افتكر ان ربنا خلق علامات تدل على كل عرض، من اول الالم لزيادة الدهون واختلاف شكل الجسم. هي مش حكاية شكل، دي علامات بتديك انذار انك لازم ترجع الامور لطبيعتها. انت مش لوحدك. احنا فاهمين كويس قوي الشعور اللي بيجي مع كل ده، وخيبة الامل اللي بتيجي مع كتر المحاولات. هنبدأ مع بعض بسهولة ومن غير تعقيد، نشتغل على المشاعر والافكار دي بإذن الله، لو عايز تفهم انت بتاكل ايه، ايه مضر وايه لا، وتلاقي حل عملي مش مجرد كلام يقفلك، بالعكس حلول عملية واللي طعمه حلو بس اللي هتشوفه مننا ان شاء الله. تاكل ايه، تتمرن ازاي تغير في نفسك وفي اللي حواليك. مش لازم ابدا الحفاظ على الصحة يكون صعب وممل او ياخد وقت كتير. هنبدأ مع بعض عشان يبقى روتين طبيعي جدا وحلو جدا وما تبقاش لوحدك. في افكار ومعلومات حلوة كتير ومهمة جدا وهنستفيد بيها كلنا. ما تفوتش اللي جاي لو عايز تعيش بصحة.